المطعم وهو مولع ينزل لكم الاكل على طول من الصاج، واحلى تجربه حتجربوها. ب 50 ريال حتاخذوا 3 نودلز. مطعم عزيز علي من المطاعم المفضله عندي، اللحم بيستخدموه تندر لوين. اصلا من كثر ما انا احب المطعم سووا خصم باسمي 15%، وعشان انا كنت حريص انكم كلكم تجربوه على كامل المطعم على اعلى جوده. شوفوا في عندكم الطبق هذا اللي بوصيكم عليه، تخيلوا هذا جمبري ملفوفه عليه سبرينج رول، وشوفوا ايش محشيه، محشيه جبن. الطبق ده لا يفوتكم. وتعالوا كمان ابى اوريكم التبنياكي شو، وترى حكتب لكم الاصناف المفضله عندي تحت المقطع. شوف ما شاء الله. وترى قهوه اليوم عندهم بريال، مسوين عرض بس لمده اسبوع. وعليهم سلطه ماكي وسوشي، مو بس في قلبكم، في قلب قلوبكم كمان. والشيف كان يستاهل الصفقه على فنه والاكله اللذيذه اللي اكلته من التبنياكي والسوشي الرهيبين. ب 129 ما بين الهندي والصيني حتاخذوا سمبوسه الهندي وسبرينج رول والنودلز، واي طبق صيني بس دجاج، واي طبق هندي دجاج مع المشروبين الغازيه، وكمان رز البرياني. وجلساتهم الراقية والأنيقة وخصوصية، وتشيل أعداد كبيرة من العوائل، وغير الجلسات الخارجية كمان اللي تكون على أحلى طلة على ممشى الهجرة. ودخلت لكم في الهندي بالبرياني بالدجاج بالزبدة، وضعت معاهم لقمة بالملعقة، ودخلت بالغمسة بنانا الزبدة والثوم، وبالهنا والعافية. أقسم بالله استمتاع لأبعد الحدود. والله مرة طيب. والنودلز حكيني واشتكيني واشكيني عليها، اسمعوا على مسؤوليتي أي طبق ده المقطع. وشوية رز مع اللي خبلني ده. اللحمة مو بس تدوب في الفم، ومو بس زي الفستق مع الصوص اللي فيها دمار، وتدوها لقمة تانية كمان مع الرز. يا لطيف. وأطعم سمبوسة هندية أكلتها بين مطاعم السعودية وخارجها. وغير محبين الاستشوان، أسمعوا ترى الاستشوان هنا طرب، حتنطربوا. وتكملوها ويتحلوا على المنظر الجميل هذا. وفي عرض على الحلا، اي حلا بس ب 23 ريال شامل قهوه اليوم. عندكم كيكه العسل هذه جديده عندهم، وحتى التراميسو جديد، والسان سبستيان جديد، مع الشوكليت البلجيكيه. اوكي. والموقع ابدا ما يضيع، ممشى الهجره مقابل اسواق التميمي. حتحصلوا وقت تايم موجود عندكم فوق، وتدخلوا من الباب الجانبي للمجمع. لا يفوتكم، وانا المسؤول على مسؤوليه المطعم.